في الولاية الشمالية السودان تحديدا في مدينة ماراوي يبدو المشهد متوترا، وقد يأخذ البلاد إلى هاوية العنف عقب الحشود الأخيرة لقوات الدعم السريع التي قابلها الجيش بتحرك مماثل. المدينة الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر النيل تحتوي على مطار دولي وإحدى أهم القواعد الجوية للجيش السوداني. التوتر الذي تشهده المدينة جاء بعد حشد قوات الدعم السريع قرابة 100 آلية عسكرية تحديدا في محيط القاعدة الجوية جنوب المدينة، أمر دفع الجيش السوداني إلى تحشيد قواته في القاعدة الجوية ومحيطها. الجيش السوداني اعتبر تحرك الدعم السريع مخالفا للقانون ويضع البلاد في منعطف وصفه بالخطير والتاريخي، لا سيما أنه جرى دون موافقته. هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع، وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية، واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد. تقول المعلومات إن قوات الدعم السريع تريد الانقضاض على المطار العسكري الأهم للجيش في الشمال لإفشال أي تحرك جوي للجيش وعبر سلاح الطيران إذا وقعت المواجهة. منذ مطلع الشهر الجاري بدأ الجيش ببناء سور ومرافق في الأرض المحاذية لمطار المدينة، أمر قد يفسر سبب تحرك قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي. ومع توارد الأنباء عما تشهده ماراوي، بدأت القوى السياسية والمدنية تحركات مكوكية لاحتواء الموقف، موقف وصف بالخطير ووصل مرحلة ما قبل الطلقة الأولى.